السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا اليوم نحضروا هاد الكيك ديال الطبقات بواحد الطبقة ديال الكراميل من الفوق، تتجي زوينة وفي نفس الوقت المذاق تا هو تيجي زوين. اول حاجة غنبداو بها هي الطبقة الاولى، هي الطبقة ديال الكيك. هكا غنوضعوا في الخلاط الكهربائي هاد المقادير كلها: 3 البيضات، نص كاس ديال سنيدة، ونص كاس ديال الزيت، وساشي ديال الفاني اولا معلقة صغيرة ديال الفاني، ونص كاس ديال الحليب، ومعلقة كبيرة ونص ديال الكاكاو المر. نضيفوا هاد المقادير كلها مره واحده، نطحنوها مزيان حتى تنسجم لينا وتذوب لينا داك السنيده. غنضيفوا عليها هكذا كاس ديال الدقيق عامر مزيان، وخماره ونص اولا ما يعادل 12 غرام ديال الخماره. حتى ما غنضيفوهم هكذا في الخلاط ونعاودو نخلطوا هاد المقادير مزيان. بالنسبه لي انايا هنايا ضفت واحد المعلقه اخرى ديال الدقيق حيت جاني شويه الخليط خفيف، وعاود طحنته مزيان. صافي غنصبوها هكذا في المول. غنخلي لكم في صندوق الوصف العبار ديال هاد المول اللي استعملت هنايا. هكذا نوزعها مزيان ونخليها ندخلها للفران حتى تطيب لينا على خاطرها على الحراره 180. نشعلوا عليها من الفوق ومن التحت. هكذا من توجد لينا نخرجها من الفران مباشره تكون سخونه. غناخذوا كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال الحليب، نضيفوا عليه معلقه صغيره ديال سنيده، نخلطوه مزيان ونسقيو بها هاد الكيك هذا ونخليوه على جنب. ونبداو نحضروا الطبقه اللي غنديروا ديال الفلو من الفوق. بالنسبه لهاد الطبقه هذه غنحتاجوا فيها ايطرو ديال الحليب، غنضيفوا عليها ساشي ديال الفاني اولا معلقه صغيره ديال الفاني. بالنسبه لي هنايا استعملت هاد الفلو بنكهه الفاني حتى هي، اللي تيخلط لنا نص كيلو نص ايطرو ديال الحليب هكذا حتى هو نضيفو. وغنضيف 6 المعالق ديال سنيده اولا 6 المعالق ديال السكر، وغنضيف 5 المعالق ديال النشا اولا مايزينا. هكذا نضيف كلشي بمره واحده ونخليهم فوق البوطه، نخلطوهم مزيان مع التحريك. نوضعوا فوق البوطه حتى وصل لنا مرحله الغليان ويولي تقال لينا مزيان. ضروري هنا ما نبقاو نحركوا، يعني ما نحبسوش من التحرك هكذا باش ما تنزلش لنا داك النشا لتحت وتولي محبه. هكذا من توجد لينا مباشره وتغلي لينا هذيك الكريمه، غنصبها فوق الكيك اللي غيكون شرب لينا هذاك الحليب مزيان. صافي نخليوه على جنب حتى يبرد شويه وتولي هذيك الطبقه ناشفه مزيان. عاد نبداو نحضروا هاد الطبقه الاخيره. غنحتاجوا فيها كاس ديال الماء وجوج فلو ديال بنكهه الكراميل، غنستعملوا النكهه ديال الكراميل احسن، وثلاثه المعالق ديال السكر، وغنضيفوا عليهم نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، هي اللي تعطينا داك اللون باش يجي شويه غامق وحتى تعطي حتى النكهه زوينه. صافي نضيفها هكذا، نوضعها حتى هي فوق البوطه حتى تغلي لينا مزيان، وعاد نضيفوها فوق نصبوها فوق الكيك. بالنسبه للكيك انا درت لي هاد طريفات هكذا الدوائر ديال ايو هي اللي استعملت. يمكن لكم تستعملوا اي بيمو عندكم ولا اي وحده، يمكن لكم تستعملوهم مربعين. انا بالنسبه لي استعملت هكذا دايرين. صافي نبدا نصبوا فوقهم هكذا هاد الخليط الاخر ديال القهوه، هكذا نقادلها مزيان الوجه ديالها ونخليها في الثلاجه على الاقل 1-2 سوايع حتى تبرد لينا مزيان، ونقدمها لكم ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش جات. غنقطعها لكم من بعد ما بردات مزيان في الثلاجه، راه تجي رطبه بزاف والكيك تجي شاربه هذيك السقوه ديالها. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم مذاقا وشكلا بكل تاكيد. شكرا لكم بزاف للمشاهده، وما تنساوش الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه. شكرا لكم بزاف انكم وصلتوا هاد القناه ل 80 الحمد لله. السلام عليكم. فيديو الماجي ان شاء الله. كما شفتوا كي تجي هاد الطبقات هكذا مفرقين تيجيو زوينين بزاف وحتى المذاق تيجي زوين. السلام عليكم.